لو بتصور اوت دور وهو في كاميرا فلاش والشمس بتضايقك مش عايز تقفل فتره العدسه علشان تاخد بلير كويس، او لو حتى المكان ضيق معاك والخلفيه بتاعتك مش احسن حاجه فانت مش عارف تقفل العدسه عشان لو قفلت تفاصيل الخلفيه هتبان، يبقى الحل هو الشطر. بس هتيجي تقول لي انا مش عارف ارفع الشطر عن 1/160. اقول لك بسيطه يا صديقي، الحل هو ال HSS اللي هو هاي سينك سبيد. يعني ايه او ايه هو؟ بشكل مبسط هو يعني سرعه تزامن الشطر مع الفلاش. وفي الفلاشات القديمه ساعات لما بتعلي الشطر بتاعك عن 200 فما فوق بتلاقي نص الصوره بقى اسود زي كده، وده لان الشطر فتح وقفل قبل ما الفلاش ينور الصوره كلها، فالاسود اللي ظهر ده الستاره بتاعت الشطر. طيب عشان اتجنب ظهورها اعمل ايه؟ لازم اتاكد ان الكاميرا بتاعتي فيها اوبشن الهاي سينك سبيد، واغلب الكاميرات دلوقتي بقى فيها. موديلات قليله قوي في الكروب فريم هي اللي ما فيهاش. وبرده لازم تتاكد ان التريجر بتاعك فيه اوبشن الهاي سينك سبيد. واخر حاجه هي الفلاش او الهيد اللي انا بستخدمه، لازم اتاكد ان هو فيه هاي سينك سبيد، عشان لو في اي حاجه من الثلاثه دول ما فيهاش مش هقدر استفاد بالاوبشن ده. اشغله في الكاميرا والتريجر والفلاش، وهنا انا اقدر ارفع الشطر زي ما انا عايز، 1/4000 1/8000، وتعمل كمان العزل اللي انت عاوزه. بس خلي بالك انت لما تعلي الشطر هتحتاج باور الهيد بتاعك يبقى عالي علشان تقدر تنور الصوره بتاعتك. واستنوني كمان في فيديو اوت دور بجرب لكم كل اللي انا قلته ده قريب. بس كده، سلام.